السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض التشيز كيك. بصوا شكله تحفة ازاي وطريقته سهلة وبسيطة جدا. تعالوا نشوف بقى التشيز كيك الحلو ده عملناه ازاي وطريقته ايه وايه التركات اللي تخليه معاكي يطلع بالشكل الحلو دوت ويكون احسن كمان من اللي بنشتريه من المحلات بكتير. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، يلا بينا. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اول طبقه هنحضرها بقى من طبقات التشيز هنحضر طبقه البسكوت. دوت نوع البسكوت اللي انا استخدمته اسمه فينجر شوفسكي كده. البسكوت ده حلو جدا، اول مره استعمله بس بجد كان طعمه فظيع في التشيز. طبعا انت تقدري تستعملي اي نوع بسكوت تحبيه او معتمداه يعني في طبقات التشيز بتاعتك. هنا عندي البسكوت ده كمان ميزته حلوه جدا ان هو كل باكت بسكوت هو 600 جرام الباكت كله، وكل باكت فيه متغلف زي ما انتوا شايفين كده بغلاف بتاعه، يعني تاخدي اللي انت عايزاه وتسيبي الباقي مش هيرطب ولا هيحصل له اي حاجه. انا عملت التشيز بتاع التشيز كيك النهارده بالباكت كله. هفرمه كده فرم، طبعا في الكبه هفرمه فرم ناعم علشان تبقى طبقه التشيز معايا حلوه وناعمه. يعني انا عايزاه يبقى عامل زي حبيبات الرمل التخينه شويه، مش عايزاه يبقى ناعم زي الدقيق. زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا كل طبق كل نوع بسكوت زي الدقيق بالظبط بيبقى يعني بيختلف عن نوع البسكوت التاني. في انواع كنت بجيبها كنت بحط له 5 معالق زبده وكان بيبقى حلو جدا. النوع دوت لا، اخد مني كتير، يعني اخد كل كميه الزبده اللي في الطبق اللي احنا شايفينها دي حوالي يعني 70 جرام زبدة تقريبا. فلا اخد كمية حلوة يعني. فهنبتدي بقى ايه كده نفركه بايدينا كويس جدا ونشربه الزبدة. طبعا هو اخد كل الكمية، فانا هضيف حبة حبة لان انا لسه اول مرة استخدمه ما كنتش عارفة هو ياخد قد ايه. فهضيف حبة حبة لغاية لما ياخد الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده. ابس كله بقى بالزبدة، عايزاه يبقى عامل زي الرملة المبلولة. بصوا اهو، طبعا الزبده مدوباها على يعني مسيحاها كده على النار مخليها يا دوبك سايحه بس. بصوا اهو، عايزه لما اضم ايدي عليه كده الاقيه متماسك وفي نفس الوقت اضغط عليه الاقيه بيتفرفت بسهوله، مش يبقى عامل زي الجبس كده وناشف لا. دي القبات اللي انا هشتغل فيها، قبات المثلثات. تقدري طبعا تشتغلي في اي قبات، بقول لكم في ناحيه عاليه وفي ناحيه واطيه. الناحيه العاليه هي اللي بنشتغل فيها، الناحيه الواطيه دي الغطا، عشان في ناس كتير بتتلخبط. احنا شايفين كده. طبعا ابتديت احط طبقات البسكوت. الكب هياخد 3 معالق من البسكوت. جبت كده كب تاني زيه بالظبط وقصيته، بس دي كانت الناحية اللي هي بتاعة الغطا. بصوا مش داخلة في دي، ابدلها اجيب الناحية بقى اللي هي الغطا اللي هي زي اللي انا بعمل فيها. اهي قصيته كده، ده تستعمله على طول لتسكين التشيز كده. بصوا هسكن بيه طبقة البسكوت حلو جدا اهي. الطبقة هتبقى طبعا متماسكة وحلوة جدا. لازم كده تضغطي بحاجة قد الكب. اي كب طبعا بتستخدميه بتشتغلي بيه كده. بصوا طبقة البسكوت اهيت. انا حسيتها ان الطبقة واطية فهحطها. انا كنت حاطة معلقتين بسكوت بس، دلوقتي هحط التالتة وهشتغل بيهم كلهم بقى كل الطبقات 3 معالق بسكوت. يبقى الكب بياخد 3 معالق كده مليانين، المعلقة بتاعة الاكل بسكوت. وهسكنه حلو جدا جوه الكب. وهبتدي بقى ايه اشتغل بيه. ما تبالغيش في طبقة البسكوت لان احنا لسه هنحط طبقتين تاني، طبقة التشيز وطبقة التوبنج اللي على الوش اهي. طبقة البسكوت بتبقى كده. هعملهم كلهم بقى بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين كده بحط 3 معالق من البسكوت وبضغطه حلو جدا اهي الطبقة. ضغطه حلو جدا كده. خلاص كده الطبقة تبقى متماسكة وعملتهم كلهم بنفس الطريقة. هنا بقى هنحضر طبقة التشيز بتاعتنا اللي هتبقى اللي هي الكريمة بتاعة التشيز كيك. اول حاجة عندي هنا هحط ايه كريمة جبنة كريمي. انا استعملت للكبات ديت علبة جبنة كريمي دومتي اللي هي 200 جرام. علبة جبنة كريمي، انا بستعمل جبنة كريمي دومتي. تقدري تستعملي اي نوع جبنة كريمي تفضليه. ممكن تستعملي الجبنة الكريمي اللي موجودة في السوبر ماركت السايبة، ممكن تستعملي جبنة مثلثات، ممكن تستعملي اي نوع جبنة كريمي يكون من غير نكهات، يعني يكون كريمي ما فيهوش ولا شيدر ولا ما يكونش فيه اي نكهات. بس طبعا الكلام دوت لو انتي بتستعمليه لبيتك، لو انتي اللي تعملي التشيز كيك ده للبيت. لكن لو هنعمله اوردرات للشغل طبعا نوع الجبنة بيفرق. فانا مستخدمة جبنة دومتي كريمي. طبعا الجبنة اساسا سعرها عالي جدا وكل الخامات سعرها عالي جدا جدا. انا حطيت هنا الجبنة 200 جرام جبنة وهحط عليهم كوباية وربع كده لبن.
لبن حليب عادي، واحط عليهم. انا كنت الاوردر ده اتطلب مني وانا ما كنتش يعني عارفه ان هو يعني يتطلب النهارده. فكنت اساسا عامله كده، كنت بعمل شغل لحاجه تانية يعني. كنت جايبه علبه قشطه بوك وحاطه عليها حليب محلى مكثف، وكنت هعمله يعني شغل لحاجه تانية هتشوفوه في الفيديو الجاي. فلما اتطلب مني اوردر التشيز، فما عنديش قشطه وما عنديش حليب محلى مكثف غير اللي انا استعملته يعني. فاخدت القشطه البوك والحليب المحلى المكثف اللي كنت ضربهم مع بعض وحطيتهم. يعني انا يعني انت هتحطي هنا ايه؟ هتحطي 200 جرام جبنه كريمي، وهتحطي علبه قشطه بوك او اي نوع قشطه بتفضليه، وهتحطي نص كوبايه حليب محلى مكثف. نص كوبايه حليب محلى مكثف. وحطيت بقى كل المكونات دي على بعض، وحطيت كوبايه الا ربع كريم شانتيه خام. انا بستعمل ريتش المتحده اللي هو كريمه يعني. وحطيت بقى زي ما شفتوا كده كوبايه وربع لبن. وهضرب كل المكونات دي مع بعضها حلو جدا جدا. هضرب بقى الجبنه مع الحليب المحلى المكثف مع القشطه مع الكريم شانتيه مع اللبن. طبعا ما حطيناش سكر خالص، لان اساسا الحليب المحلى المكثف مسكر جدا، ولسه هنحط صوصات على الوش. فاحنا اكتفينا بالسكر اللي في الحليب المحلى المكثف. هنضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا لغاية لما الخليط يعني يمتزج مع بعض، وهتلاقي قوامه مش سايل ومش تقيل، يعني وسط. بقى في طبق تاني كده زي ما انتوا شفتوا، حطيت معلقتين من الجيلاتين النباتي، وهحط عليهم مية مغلية او مية سخنة يعني، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. هقلب الجيلاتين كويس لغاية اما يدوب كده الى حد ما مع المية، وهصبه على طول. بس طبعا هصفيه بمصفى على الكريمة اللي احنا عملناها. اهو اقلبه حلو جدا، وهصبه على الكريمه اللي احنا عملناها علشان تدينا طبقه لما تخش التلاجة، طبقه متماسكه من التشيز. لما قلبناه كده زي ما انتم شايفين بقى، صفيته كده على التشيز بتاع على الكريمه اللي احنا عملناها يعني. هصفيه طبعا، لازم تصفيه علشان ما ينزلش ويبقى فيه تخريزات في قلب الكريمه. وخلاص، وهضربه كام ضربه بالمضرب. هتقولي طب ما الجيلاتين سخن والكريمه بارده، يعني هتسيح الكريمه. احنا عايزين اساسا الطبقه ما تبقاش طبقه سميكه، عايزين الطبقه بتاعه الكريمه نفسها تبقى طبقه خفيفه، مش سميكه تقيله. عشان نقدر نسويها بسهولة جوه البسكوت، يعني جوه الكب. لان هي الطبقة نفسها ما بتبقاش تقيلة زي الكريم شانتيه اللي احنا بنعمل بيه التورت. اه زي ما انتم شايفين كده، ضربت بقى الكريمة خلاص. هجيب بقى كيس حلواني وهبتدي اعبي فيه الكريمة. اهي بصوا، الطبقة مش سميكة، الطبقة خفيفة، يعني قوامها حلو جدا كده. اهي هعبي بقى جوه كيس الحلواني الكريمة اللي احنا عملناها. وبعد كده ايه، هبتدي احط منها في الكبات بتاعتي. طبقة البسكوت ما دخلناش التلاجة ولا اي حاجة، احنا سيبناها كده زي ما انتم شايفين على الرخامة. بعد ما سكنتها قصيت كده الكورنيه بتاعي، بس ايه يعني فتحة مش كبيرة قوي. اه زي ما احنا شايفين كده. وابتدي بقى اشتغل بيه، احط بقى الكريمة جوه الكب. طبعا برضو ما تبالغيش في طبقة الكريمة، لازم نسيب مساحة علشان هنحط التوبنج اللي على الوش، ايا كان بقى نوع التوبنج اللي احنا عايزينه. طبعا الصوصات اللي انا حطاها هنا طبعا على حسب طلب ايه العميلة. والتشيز كله طبعا على حسب هي طلبته عايزاه ازاي، يعني عايزاه بصوصات ايه، الطبنج اللي عليه من فوق يكون ايه. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما حطيت طبقة التشيز على البسكوت بهبت كده الطبق يعني، بدبدبه كده على الرخامة دبتين، بيتساوى لوحده وكل حاجة. مش محتاج خالص ان انا اسويه بمعلقة ولا اي حاجة، لان الطبقة بتاعة الكريمة حلوة جدا. اهي زي ما احنا شايفين كده. زي ما قلتلك ما تبالغيش في طبقة الكريمة علشان ما تلاقيش الكريمة يعني زيادة على الوش، وما تقدريش تحطي بعد كده الطبقات التانية. اهي بصوا اتسوت من غير اي حاجة، بص طبقة الكريمة وطبقة البسكوت. هنكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة ديت لغاية ايه لما يعني نكمل نخلصهم كلهم. اهي طبقات متساوية وجميلة جدا. ما كنتش واخده بالي ان ان التصوير مش جايب الكب كله، بس يعني انتوا شايفين اهو. انا يعني ب... بعمل بالكورنيه، يعني بصب بالكورنيه كده جوه الكب اهو. وخلاص بخلصه، وبعدين بدبدبه كده كام دبدبه على الرخامه عشان يتساوى اهو.
بعد بقى اما بيتساوى كده بقفل الكبات واحطها في التلاجة، مش في الفريزر، بحطها في التلاجة كده تشد عبال ايه لما اخلص كل الكمية، يعني بحطها نص ساعة كده. لو انت طبعا عندك وقت تحطيها تعمليها من بالليل وتسيبيها عادي جدا. خلاص هخلصهم، خلصتهم طبعا كلهم وحطيتهم في التلاجة. هنا بقى هنعمل التوبنج اللي بيبقى على الوش ديت زبدة لوتس. زي انا كنت بستعمل الاول جولدن بيك، صراحة بقيت استعمل لوتس الاصلي، لان كنت بستعمل جولدن بيك عشان تبقى على العميل ارخص شوية. لان كمان جولدن بيك يعني الطعم قريب جدا جدا جدا، يعني اللي مش عارف ان انا بستعمل جولدن بيك عمره ما هيميزها ابدا عن اللوتس الاصلي. حتى شوفوا اللون بتاعها والقوام نفس اللون والقوام بتاع اللوتس الاصلي. هفتحه لكم واوريه لكم دلوقتي. فلما لقيت صراحة ان جولدن بيك سعرها بقى اعلى كمان عالي جدا، بقت دلوقتي ب165 جنيه النص كيلو اللي انتوا شايفينه ده. ولقيت ان 400 جرام من زبدة اللوتس ب145 جنيه، يبقى السعر بقى متساوي، فيبقى نجيب لوتس اصلي افضل. فخلاص بقى بقيت اجيب اللوتس الاصلي، لان كده كده على العميل هيبقى نفس السعر فحرام، فنجيب اللوتس الاصلي احسن. خدت بقى كده من اللوتس زبدة اللوتس اللي هي البرطمان اللي احنا لسه جايبينه دوت زي ما قلت لكم، وحطيت على الكمية اللي كانت موجودة عندي من زبدة اللوتس الجولدن بيك حبة، وهحط ايه حبة زيت. طبعا الزيت بعد ما حطيت كده، ايه ده اللي انا عملته ده كتير جدا. شلت منه كتير، يعني تحطي معلقتين زيت على اللي انا حطيتهم دول، معلقتين زيت بس، والا هتلاقيها ساحت منك خالص. هنا بقى سيحت زبدة الفستق بنفس الطريقة، وسيحت النوتيلا بنفس الطريقة. على كل معلقة نوتيلا معلقة زيت، على كل معلقة لوتس معلقة زيت، على كل معلقة فستق معلقة زيت. وطبعا زيت يكون نضيف، زيت ملوش اي ريحة ولا طعم، زيت ذرة او زيت عبيد. زي ما احنا شايفين كده، ده زبدة اللوتس. اول حاجة طلعت الكبات من التلاجة وابتديت اصب عليها التوبنج بتاعنا. ابتديت اصب عليها كده زبدة اللوتس. طبعا لو متسيحة على كمية زيت كتير، هتلاقيها بقت عاملة زي المية، وعمرها ما هتعمل طبقة على الوش ابدا، بالعكس هتبقى شكلها وطعمها وحش جدا، مش هتبقى باينة اساسا. لكل معلقة زيت، لكل معلقة زبدة معلقة زيت، زبدة فستق نوتيلا زبدة لوتس كله عليه معلقة زيت واحدة بس. وبسيحها على حمام مائي. وخلاص كده، يعني بحط الطبق على حمام مائي وبسيحه وخلاص. اهي دي برضو زبدة الفستق اهي زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى، لو زبدة الفستق كنت بلغت في كمية الزيت اللي حطيتها، ما كانتش هتبقى الطبقة سميكة كده وثابتة على التشيز، لا كانت هتبقى سايلة كده وعاملة زي المية عليه. عشان كده بقولك خلي بالك قوي. اهو بصوا، هبتدي بقى احط طبقة النوتيلا. طبعا انا بوريلكم من كل حاجة بس حاجة، علشان انا بقى اشتغل فيهم على راحتي كده بالراحة يعني. هنا بقى احط طبقة النوتيلا كمان. زي ما قلنا، لكل معلقة نوتيلا كل معلقة زبدة لوتس كل معلقة زبدة فستق معلقة واحدة زيت. زيت يكون عديم الريحة يعني يكون زيت حلو كده، زيت عباد زيت ذرة، يكون يعني ملوش ريحة ولا كده، علشان طبعا ما يبوظش الشغل بتاعنا. اهو زي ما احنا شايفين كده. بقى اعمل واحد بالمانجا. دي مانجا اللي هي كنا مفرزينها فرزاها يعني انا. طلعتها كده وحطيتها على مصفى وسبتها تتصفى من كل المية اللي فيها. وابتديت بقى حطيت عليها معلقة جيلو مانجا كده، علشان طبعا لونها ما يغيرش لما نحطها وتفضل على التشيز وكده. واقلبها كده وابتدي بقى احط منها على التشيز بتاعي. اهو زي ما احنا شايفين كده. هحط طبعا طبقة المانجا اهي. طبعا الجيلو بيديله لون وبيحافظ على المانجا كده تفضل تحسيها صحيحة زي ما هي. وهنا بقى هعمل واحد تاني كانت العميلة طالباه بالبلوبري، بس الصراحة البلوبري اللي انا جبته ده لقيته مش حلو خالص، تحسوه عامل زي المربى كده، مش عجبني قوي. فعملت منه بعد ما حطيته، طبعا خلاص بقى حطيته مش هينفع اشيله، فعملت منه كب واحد بس. كنت المفروض اعمل منه كبين، فعملت منه كب واحد بس وخلاص. اه بصوا تقيل كده، حسيته عامل زي المربى. بس للأمانة كان طعمه حلو برضو، يعني لما دقته لقيت طعمه حلو جدا. هنا بقى خلاص هنبتدي نفنش او نخلص نزين القبات بتاعتنا. هنا حبيت فستق كده مجروشين، هزين بيهم القبات اللي هي عليها المانجا زي ما احنا شايفين كده. طبعا الفستق مع المانجا بيدي شكل فظيع، بيدي شكل رائع. الفستق اخضر والمانجا كده اورنج، فبصراحة بيبقى شكله تحفة جدا. طبعا طبقات التشيز مع طبقات البسكوت مع طبقة المانجا او اي طبقة توبنج حطيناه، بجد كان شكلها تحفة وخرافية جدا.
هنا بقى الجزء اللي هو باللوتس، حطيت على كل واحدة واحدة بسكوت لوتس كده، وحطيت حبة بسكوت لوتس مطحونين كده في الجناب، وده كان تزيينه. وهنزين بقى اللي هو بالفستق كده، عملت لهم زجزاج بالنوتيلا البيضة زي ما احنا شايفين كده، وحطيت على كل واحدة حبة كده من الفستق، يعني اسمها 2 مش طحناه ولا حاجة. هنا بقى اللي بالنوتيلا زينته بالسنيكرز، بس مش عارفة اللقطة دي الموبايل ما كانش بيصور ساعتها كده. ده شوكولاتة سنيكرز قسمتها كده وحطيتها في الكب، وحطيت بقى بندق مجروش كده مقطع، يعني جرشة كده، نص جرشة كده مع السنيكرز. وكان كده تزيين الكبات بتاعتي كان شكلها حلو جدا. وبصوا طبقة التوبنج اللي على الوش، بصوا الطبقات وتناسقها مع بعض، وطبقة التوبنج اللي على الوش لو خفيفة كانت سالت وكده وما بقتش مظبوطة ابدا. بصوا الطبقة متساوية وجميلة ومتماسكة ازاي، لان احنا مسيحينها بمعلقة واحدة زيت زي ما قلنا. وكده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون طريقتي سهلة وعجبتكم. ولو كانت الطريقة عجبتكم واستفدتم من الفيديو، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.